تدريجيا إلى أن نصل صوت واطي. والله مش عارف. صوت واطي ولا كويس صوت؟ تمام، بارك الله فيك. امال اللي الصوت مش واصل كويس يطلع ويرجع. تحياتي للجميع في الغرفة. تحياتي لك. اخوي الفاتح 42 طز في الناتو، صحيح ولا؟ هاي باهي، تمام، بارك الله فيك. تحياتي لكل اخوي بوهمان وكل اللي شاركوا من بدري كانوا في الغرفة يتحدثوا. الحقيقة أنا نحاول نلخص يعني على الأقل في كل مرة وفي كل مرحلة، نتيجة لي إن كل يوم بارك الله فيك أخوي فاتح 42. في كل مرة يعني المؤامرة والأحداث تتسارع بشكل كبير، فعلى الأقل نحاول نذكروا ببعض القضايا الأساسية إلى أن نصل إلى المرحلة اللي موجودين عليها الآن من المؤامرة أو من الوضع اللي موجود في ليبيا الآن. الحقيقة دائما نعاود ونكرر في أن المؤامرة الآن في ليبيا كشفت وأصبحت واضحة لدى الجميع. يعني ما عادش في حد الآن أنه هو ممكن يسرد بعض الأشياء، ولكن حقيقة المؤامرة كشفت. هذه حقيقة يعني لدى حتى الفبرايريين أو من اللي ما زال واخذات العزة بالإثم، يعني كان كل شيء أصبح واضح يعني. والعقدة في صعوبة الحل. هذا ديما نكرر فيه الموضوع، أن المؤامرة كشفت والعقدة في صعوبة الحل. يعني الحل دائما نتيجة لأن اللي أداروا العملية أو المخططين أو لهالمؤامرة ما همش ليبيين أو ليسوا ليبيين، وبالتالي الحل صعب. دائما الناس تبحث عن الحل، لأن حتى الحل فوق من طاقة أي شخص، سواء كان في ليبيا أو خارج ليبيا أو حتى من الفبرايريين اللي دخلوا في المؤامرة والآن عرفوا طبيعتها. لأن الذين يديرون في هالعملية ليبيين، يعني قادتها ليسوا ليبيين. أما كرمكم الله حمير الديناميت هؤلاء ليبيين، هذه حقيقة. يعني اللي الآن موجودين وكل ما حصلوا فلوس يديروها سلاح ويجتاحوا في هالمناطق ودم مستمر إلى ما لا نهاية، هؤلاء ليبيين. ليبيين سواء كان بالاسم أو لكن لا وطنية عندهم، هذه حقيقة. وأيضا ليبيا علينا أن نذكر ساحة حرب دولية أو خارجية تحاول هذه الدول فرض أجنداتها على دول أخرى انطلاقا من الساحة الليبية. وهذه حقيقة الآن دول كثيرة نشوف فيها عندها مطامع. واحد تبي تنهي مشروع الإخوان في ليبيا، والآخر يريد يحقق المادية، والآخر يريد ليبيا ورقة ضاغطة للدول المجاورة. وهلما جرى كل واحد عنده مصلحة. هذه الدول تمارس في صراعات داخل ليبيا. صحيح هي تصفية حسابات من أجل السيطرة التامة على الأوضاع في العالم. ليبيا ليست بمنأى عن العالم، أو الأوضاع اللي حاصلة في ليبيا ما هيش خارج عن العالم، كلها تدور في فلك السياسة العالمية أو في المصلحة العالمية. عليكم السلام أخوي ابن الصحة. وبالتالي ليبيا هذه ساحة حرب لدول خارجية تحاول فرض إراداتها أو أجندات دول أخرى، سواء كانت مجاورة أو عندها مصلحة في ليبيا كدول عظمى كالصين أو ما إلى ذلك. الحقيقة الغرب حتى من الفبرايريين اللي الآن واخذتهم العزة بالإثم، أو عندهم ناس ماتوا تحت راية الصليب أو تحت راية الجرذان أو يعني الآن أصبح عندهم يعني واضحة لدى الجميع. الأحرار عندهم الصورة، لأن كان عندهم كان يستمعوا لكل خطاباته ولكل ما قال في 2011، وبالتالي حتى كان عندهم ضعف فكري أو قصور أو لم يكونوا مهتمين بالسياسة، كانوا يستمعوا القائد جيد وعرفوا المؤامرة منذ بدايتها. ولكن الآن حتى الفبرايريين اللي ما كانوش، اللي كانت الجزيرة تقطع في بعض
المقاطع من خطابات القائد، الآن أصبحوا عرفوا أن لابد أن يسمعوا على اليوتيوب، وعرفوا المؤامرة من خلال خطابات القائد العظيم. الحقيقة لما زال يتأمل في الغرب إنه هو من سيأتي بالحل، عليه أن يستذكر بعض الأشياء اللي موجودة في ليبيا. عليه أن يسأل على أهل تاورغا وكل المناطق اللي دمرت، وترك هالمناطق إلى منطقة زي تاورغا. يعني عندما تترك لجلاد القاضي أو الجاني هو القاضي صورة من هالشكل، الهدف وهم اللي موجودة فيه، تترك إلى الدم إلى بعض المناطق اللي تنظر لنفسها منتصرة والأخرى مهزومة، تهجير ما إلى ذلك. كل هذا يوضح حقيقة المؤامرة. الحقيقة أن الغرب يهدن من 2011 إلى كسر أنفة الشعب الليبي، وأراد من كل القيم، أرادوا لها الرضوخ في الواقع اللي هم خلقوه من جديد. يعني الواقع اللي في ليبيا الآن تغير كل القيم اللي كانت موجودة في السابق. الآن أصبحت في قيم جديدة وأفكار جديدة وثقافة جديدة في ليبيا، وبالتالي هذا نتيجة لتغييب عن أصحاب الأفكار النيرة، أصحاب القيم الحقيقية، أصحاب الأهل الحقيقيين لليبيا. القائد عندما قال نحن الأجدر بليبيا كان يقصد ذلك، كان يعلم أن من كان محب للقائد وأفكاره وسلطة الشعب والنظام الجماهيري هو من له الحق في ليس في حكم ليبيا وإنما في قيادة ليبيا. وبالتالي القائد يثق في الشعب اللي آمن بأفكاره وبسلطة الشعب والنظام الجماهيري، وكل من آمن بهذه الأفكار هو حقيقة أجدر بقيادة ليبيا مهما كان، يعني مهما كان صغير كبير طفل رجل امرأة. الآن لو تجيب شخص مواطن بسيط، حتى الحاج اللي طلع في منطقة البريقة والله اللي قال والله يجي على خشومهم، الآن هذا ممكن يقود ليبيا أفضل من هالخونة وهالعملاء وهالزنادقة وهاللي تلاعب ويضحك عليهم هذا برنامج ديون في كل مكان. هذا عارف هذا إنسان وطني حقيقة. ليبيا ما تبيش شخص الشاي بتاع العرقوب، ما تبيش شخص لا متعلم ولا مثقف ولا كذا، تبي شخص وطني يحب ليبيا، يحب الشعب الليبي، يحب كل المدن الليبية بدون السنة. حقيقة بهالأفكار اللي 69 صنعها القائد العظيم، هو حقيقة يحق لها أن هو يكون في الصف الأمامي، أو أن يقود ليبيا في هالفترات من التاريخ. الحقيقة كما قلت لكم قيم أخرى من غير القيم السابقة اللي كنا احنا نتعارف ونعرفها. الآن أصبحت المرحلة كما قلت لكم في السابق وما أدراك ما داعش هذه مرحلة من مراحل المؤامرة. وداعش يعني حتى الناس اللي ممكن مغيبة أو ما عندهاش فكرة على كيفية خروج داعش خرجت من رحم قسورة أو من رحم غجر ليبيا، أو من الخونة اللي اقتادوا أو ما زالوا كحمير للديناميت في ليبيا. وبالتالي هؤلاء خرجوا، يعني تم فرز بعض المجموعات من داخل فجر ليبيا أو غجر ليبيا في وطننا الحبيب، فرزهم وتدريبهم تدريب معين، وخلاص واصبحوا دواعش. هم نفسهم يعني ما جو من الخارج، هم نفسهم من 2011 كانوا موجودين. ولكن الآن نتيجة لأن المرحلة تقتضي لابد من خروج داعش، لابد من خروج مجموعات فكرية متطرفة في الدم وفي القتل وفي التهجير وفي كل شيء، لأن حصلت صحوة كبيرة في ليبيا في وطننا الحبيب. الناس كلها الآن عرفت المؤامرة، وبالتالي لاستمرارها لابد من خروج بعض المجموعات الدموية اللي تقطع في الرؤوس حتى الناس كلها ترضخ وتخاف. وهذا واقع الآن أصبح يعني نشوفه في ليبيا، أن الناس حقيقة أصبحت تعيش في نوع من الرهبة من الخوف، رغم أنها هي عارفة المؤامرة، ولكن هذه حقيقة.
وبالتالي هم كل ما أحسوا بضعف معين في أي مرحلة من المؤامرة يعطوا دم جديد أو يحيوا المؤامرة من جديد، بإعطائها وقود جديد من أجل أن تستمر. هذه سرد بعض الأشياء اللي ما زالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الغرب مستمر في المؤامرة إلى ما لا نهاية، وهذه حقيقة واقعة. والمشكلة أنه في كل مرحلة يزيد من صعوبة المشكلة أكثر وأكثر، والهدف هو طلب يد العون للتدخل من جديد. هذه حقيقة. يعني الغرب حاول يخلق واقع في ليبيا من 2011 إلى الآن حتى يصبح الليبي أو الإنسان البسيط العادي يقول لك تعال، حتى الغرب يخول له بأنه هو يدخل، وممكن تشبه حتى اللي طبلوا في 2011 الآن يخرجوا لك من جديد ويهتفوا بالناتو أنه ممكن يتدخل من جديد. ليش؟ نتيجة لدموية داعش، نتيجة لدموية القاعدة والزنادقة، والوضع أصبح مزري وكذا. وبالتالي يرضخ الإنسان البسيط العادي اللي ما يتحمل المؤامرة وما يتحمل هالواقع الموجود بأي حل، يعني بأي حل يأتيه من الخارج. وبالتالي هم الآن هذه المرحلة يحاولوا أنهم هم يجبروا الناس الرضوخ لهالمرحلة بأي ثمن. الحقيقة لكي تقطع خيوط المؤامرة لابد من العمل عكس ما تعمل المؤامرة، بمعنى علينا إصلاح ما أفسدته المؤامرة من 2011. نحاول بقدر المستطاع أن احنا حتى في مقاهي في ليبيا، داخل ليبيا، في كذا الحوار، يعني نحاولوا أن احنا نصلحوا بعض الأشياء اللي دمرتها المؤامرة في 2011، من نسيج اجتماعي إلى ترميم بيت الأحرار والاتصال فيما بيننا. يعني قبل حتى التواصل مع الشيء حتى بين الأهل كنا منقطعين، كنا الناس خايفة مرعوبة، في صدمة كانت في 2011. الآن علينا يعني هالصدمة خلاص، يعني بعد 3 سنين ولا 4 سنوات ولا خلاص، يعني نحاول احنا نحيو أو نحاول نتخلص من الأشياء اللي زرعتها المؤامرة، من قطع للنسيج الاجتماعي كما قلت لكم، وغرس بعض الأفكار والقيم التي لا تصلح مع الشعب الليبي أو مع الليبيين اللي عرفناهم بكل القيم السمحة وكل القيم الخيرة. المرحلة أيضا تحتاج إلى شجاعة في العمل، سواء كان العمل سياسي أو اجتماعي أو عسكري. وهذه حقيقة. يعني الخطاب الإعلامي مثلا في هالغرفة أو في الإذاعات المرئية يجب أن يتوحد، يعني يتوحد ويكون موجه ويلبي المرحلة اللي الآن موجودة في ليبيا. يعني احنا عندنا قنوات تلفزيونية وبعض القنوات هذه حقيقة. هذا واحد من الأسباب اللي ما زال التشرذم موجود بيناتنا، نتيجة لعدم وجود وحدة، سواء كانت وحدة إعلامية أو وحدة سياسية أو وحدة عسكرية. هذه تحتاج إلى شجاعة، ليس لرهبة أو خوف. خلاص يعني ما عادش في رهبة وخوف. الحقيقة يجب أن تكون فيه وحدة صف، سواء كان اجتماعي، إصلاح النسيج الاجتماعي الداخلي أو في الخارج، الاتصال بين الأهل والناس والقبائل فيما بينها في الداخل وفي الخارج، محاولة إحياء أفراد الشعب المسلح في السابق اللي كانوا موجودين، يحاولوا يتصلوا مع بعضهم في الداخل أو في الخارج. أيضا كما قلت لكم الخطاب الإعلامي في هالقنوات أو يجب أن يكون فيه توحيد ويكون موجه لخدمة المرحلة. يعني الحقيقة اللي الآن يحدث في بعض القنوات أنه هو بيحاول يكون وسط أو وسيط، أو بحيث أنه يقبل الطرف هذا والطرف هذا. أنت بهذا نشوف فيه أنه تحاول تجر كل الناس إلى مرات إحياء فبراير من جديد. وبالتالي حتى الخطاب الإعلامي يجب أن يكون موضوعي وحقيقي وواقعي بدرجة كبيرة. هذه هي الحقيقة وحدة الصف، سواء كان قنوات إعلامية أو في الغرف. الحقيقة على الجميع أن يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه وكيفية استرجاعه، وعلى كل المكونات السابقة أن تحاول أن تجد نفسها من جديد. يعني ما نهزوش على أي شيء، سواء كان قبائل أو كل المكونات اللي كانت،
حتى سابقة، حتى ولو قلنا أمن داخلي، أمن قية كذا، هذه كلها هذه أبناء، كلهم أبناء المناطق الليبية، كلهم أحرار. وبالتالي يحاول كل مجموعة أو كل مكون من هالمكونات أن يحيي نفسه من جديد، لأن الواقع المستقبلي هو يعني الحقيقة قادم باتجاه الأحرار. ولكن هل نحن جاهزين بدرجة كبيرة أو بدرجة كافية بحيث نحن نكون في أي لحظة ننقض فيها على هؤلاء الموجودين في ليبيا؟ الآن ممكن نقولوا يتقاتلوا فيما بينهم أو كذا، ولكن هل بالمقابل نحن جاهزين؟ للأسف أنا نشوف فيه أن نحن ما جاهزين، وهذه حقيقة سواء كنا في الداخل أو في الخارج. المناطق اللي الآن تشهد في ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس، الحقيقة السيناريو القادم إلى طرابلس كما قلت لكم في السابق أنه هو أشد وأمر. داعش هو هدفها بالدرجة الأولى رضوخ الجميع، وواضح حتى من خلال أفعالها من قطع الرقاب، فهي وسيلة للسيطرة على ليبيا، وهذه حقيقة. وكما قلت لكم أن الغرب أراد خلط الأوراق من جديد، وكما قلت لكم أن الغرب أعطى دفعة جديدة أو دم جديد لاستمرار المؤامرة، وهذا واضح ذلك من خلال حركة ما يسمى بليون المشبوهة أو ديبورا. والحقيقة لو تشوفوا اليوم يحاولوا يغرسوا في الليبيين أفكار من أجل أنهم هم يقبلوا المؤامرة، أو من أجل يقبلوا الدم الجديد للمؤامرة، أو أن المؤامرة تستمر. يعني شن قالت هذه المتطرفة، هذه المتصهينة ديبورا؟ قالت أن في أطراف في غرب ليبيا وجماعات في مصراتة أبدت رغبتها في العمل مع الولايات المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية داعش، وعلى حكومة طبرق القبول بهذا العرض ودراستها دراسة جادة. وأضافت جونز أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية وليس الحل العسكري هو الأمثل. هذا واضح، يعني هم الآن ما يبوش خلقوا كيانات صغيرة ضعيفة لا تستطيع أي أحد منها حسم الصراع في ليبيا، حتى تملي شروطها في كل مرحلة، تحاول تملي شروطها في كل مرة، وبالتالي هي ترى ولا ترى بديلا عن الحوار، إذ أن الدولة الإسلامية ستحاول الاستفادة من إنجازات في ليبيا. من هي الدولة الإسلامية اللي تحكي عليها هذه جونز؟ هي الدواعش، تقصد الدواعش. وبالتالي الدواعش نعرفوها من خرجوا من قسوة من غجر ليبيا، وهي تتكلم وتتحدث وكأن هؤلاء أتوا من كوكب آخر، يعني لم يخرجوا من غجر ليبيا أو قسورة. وبالتالي هي شوفوا الكلام اللي يعني لوين الاتجاه اللي هي تريد أن تحققه، إذ أن قالت الدولة الإسلامية ستحاول الاستفادة من الانقسام لتحقيق إنجازات في ليبيا. وذكر جوز أن حفتر ينشط على الساحة الليبية منذ شهر مايو الماضي محاولة على ذلك حتى الآن، ما يثبت نظرتنا في أنه لا يمكن لأي من الأطراف السيطرة على البلاد. لذلك يجب أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية لها وبالتالي هي هذا الصراع تغذي فيه، وهي ترى يعني هذا كله تسويق من أجل تحاول أنها هي تحيي المؤامرة من جديد، تحاول وهي ترى أن الحل لن يأتي إلا من خلال برنامج ليون. هذا الآن أصبح واضح حتى عند كل الليبيين أن لا يأتي كل من يأتي من الغرب هو لصالح المؤامرة وليس لصالح الوطن. الحقيقة أن كما قلت لكم أن الغرب فرض الحرب علينا حتى من 2011 إلى الآن بالقوة، والآن يفرض على الليبيين الحل بالقوة. هذه حقيقة. يعني يا معسكر، نعم يا معسكر، كل فيها معليش أنا ما كنتش منتبه للتكست هنا. حاضر يا خالي، حاضر. أنا جاي جاي هو سرد واحدة في الحاضر يا خالي، حاضر. الحقيقة كما قلت لكم الغرب في 2011 فرض علينا الحرب بالقوة، والآن يحاول فرض على الليبيين الحل بالقوة. هذه حقيقة. يعني
ووضع الليبيين في مفترق طرق. يعني الآن الليبيين في مفترق طرق، ما همش عاد يعني الناس اللي موجودة في ليبيا وفق هالواقع المزري. الغرب أراد له أن يكون في هذا الواقع المزري حتى يتقبل المؤامرة، حتى يتقبل أنه هو يستمر دون أن يشعر في المؤامرة. الآن الناس ملت من كل شيء، رغم أن في بعض المناطق تشبح في نفسها هي مرتاحة نفسيا وماديا وكذا، ولكن كل شيء أو الدواعش هؤلاء أو القاعدة ستطال أيديهم كل الليبيين، وخاصة المدن الكبرى في ليبيا. وهذه الحرب اللي فرضت بالقوة من 2011 إلى الآن نراها واضحة. الآن اللي حاصل كما حصل في ورشفانة في السابق، وحصل في بن وليد، وحصل في العجيلات، وحصل في الجميل، وحصل في الجواليش وكل المناطق والمشاشية، وحتى اخوتنا في براك الشاطي الآن من اخوتنا المجارحة. الآن الحرب تفرض عليهم بالقوة، وهمينين في بيوتهم في أهلهم، باعثين لهم بعض المرتزقة وبعض المجموعات العميلة حمير للديناميت. هؤلاء يعني هم يستفزوا في الناس في منطقة براك الشاطي. يعني احنا الليبيين نعرفه، خاصة أحباب معمر القذافي مشهورين أو معروفين بالأنفة. يعني احنا عندنا أنفة وعندنا كرامة ومحفوظين بها من قبل 2011 من 69 إلى الآن. وبالتالي هؤلاء لم يتعدوا على غجر ليبيا. يعني هؤلاء موجودين على أرضهم، يدافعوا على أرضهم. هل يعني تترك منطقة براك الشاطي لهؤلاء حتى يسيطروا عليها ويتم تمشيطها كما باقي المناطق؟ الناس الآن تدافع على أعراضها. الحرب هذه في سنة قد تقع في أي منطقة فيها أحرار في ليبيا. هنا قد تعاود علي بن وليد، قد تعاود كل يوم في الجميل وفي العجيلات وفي هالمناطق. هذه حرب مفروضة على الناس بالقوة، وبالتالي لا سبيل إلا مقاومتها. يعني هذه أعراض ناس في بيوتهم، مش لم يتعدوا على أحد. والحقيقة دائما نقول فيها يعني عندما تحصل وخاصة للأحرار أو في منطقة للأحرار، يا إما تكون موجود بيناتهم وتقاتل، يا إما تكتفي بالصمت. فالصمت هو الحقيقة أفضل شيء. يا إما تساعدهم أو تقدمهم يد العون، أو حتى على الأقل بالمال أو سكات خير. سكات يكون أفضل لأنك أنت بس. وأيضا ممكن تقدم للفبراريين أو لقسورة أو هالمجموعات الخاينة العميلة اللي حرمات أهلنا في براك الشاطي، تقدم لهم المعلومات وبالتالي لا يجب علينا أن نحن نتداول كل ما يدور في براك الشاطي. نحن نعلم مواجه لي بكل قوة. أنا أعلم حقيقة أن الناس اللي موجودة في براك الشاطي وتقاتل في قسورة الآن هم أحرار حقيقة، وأن أحبابنا يقولوا كلمة خير ولا نسكتوا أفضل. الحقيقة بعد هالمعركة اللي لها فترة دائرة يحاولوا خلق معركة أخرى في ظهرهم. حاولوا أنهم يخلقوا معركة بين التبو وبين باري، لأنهم يعلموا أن التبو وبالتالي لابد من إدخالهم في دم جديد أو معركة جديدة بين التبو والتواري والطعم. أنا سمعت أن الفترة الماضية أنهم أو التبو حتى عبر الروابط مصلحة لكم فيها أو معركة جانبية. المعركة الحقيقية هي ضد قسورة، ضد داعش. الآن هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها، أن اللي موجودين في براك الشاطي حتى أخونا هذا محمد نايل، أنا نعرف معرفة جيدة، هذا رجل حر وما فيش حد يزايد عليه. ما نبيش نتكلم
عليه الموضوع كثيرا، لأن يهمنا إذا كان في حد منهم يبي يتكلم يتكلم ويخرج المزروع والله يخرج أي حد هو اللي يتكلم. أنا ما سطر هذا بالنسبة لي وهذه حقيقة. هذا بما يخص المعركة التي قد تفرض على المناطق بالقوة. المعركة فرضت علينا في 2011 بالقوة. كل هالمعارك اللي الآن موجودة مع الأحرار هي فارضة عليهم بالقوة أو مفروضة عليهم بالقوة، وبالتالي يجب أن نعلم هذه الحقيقة. هم يحاولون الآن الضخ الإعلامي بأن المرحلة حرجة وداعش موجودة وحرب أهلية وإفلاس للدولة وتناحر وتقاتل وانتشار كل الرذائل، لكي يقبل الجميع بذلك، لكي يقبلوا حتى الفبرايريين بما يسمى بالتوافقية أو ما توافقية. خلاص، إذا كان في شخص حتى يؤمن بالله مش يحب معمر القذافي، خليك محبة معمر القذافي خليها علينا احنا، خليها علينا احنا. أنتم لو كان في شخص، أنتم يا فبرايريين، يؤمن بالله أي طرف يقف فيه الغرب الصليبي تستمر خلفه، يجب أن نقفز من هالمرحلة أو نقفز من السفينة اللي فيها الغرب أو الصليب. أي شيء في اتجاه الغرب الصليبي عليك أن تقفز منه وتواجهه وتقف ضده. وبالتالي الآن هالهرطقة اللي حاصلة وهالزوبعة وهالكذب اللي حاصل في الخارج، ويحاولوا حل مشكلة ليبيا من خلال برنامج ليون، مرة في المغرب ومرة في الجزائر، وكل واحد عنده مصلحته، كلهم هدفهم هي أجنداتهم. بقول الحقيقة لأنكم لن تواجهوا ممكن في الدولة عز وجل، يعني الله يعلم بكل شيء ويعلم بالنوايا، وبالتالي على الأقل كونوا صادقين في الحياة الدنيا. الآن الناس اللي حركات برنامج ليون المشبوهة حركات ماسونية، وهذا الجميع كله أصبح مدرك هذه المؤامرة. هذه هي الحقيقة. يعني الغرب الآن يضخ في إعلام كبير جدا بأن داعش على الأرض. من هي داعش؟ داعش عارفينها خرجت من قسورة، وبالتالي هل يعني الناس مازال ما يفهمها داعش منين خرجت؟ ويضخ ما رأيتم من الغرب ما لم ترون. يحاول إخراج مسرحية جديدة أو فيلم هوليودي جديد كاللي حصل يعني من ذبح أخوتنا المصريين في ليبيا. هذا كل ما حصل انكسار المؤامرة يعطوها دفعة جديدة، مسرحية جديدة، فيلم هوليودي جديد، وبالتالي احنا ما عادش تطغى علينا. هذه كلها احنا عرفناها وفاهمينها، واللعبة الآن أصبحت واضحة ومنكشفة لدى الجميع. الحقيقة أن المؤامرة لا تنتج إلا مؤامرة، يا أما نقتلك يا أما نهجرك. هذه حقيقة. يا أما تقتل في ليبيا وترضخ غصب، أو يتم تهجيرك خارج الوطن. هذه المرحلة. يا أما يتم تهجيرك. وشوفنا احنا الآن يعني الدول المجاورة لليبيا مكتظة من الفبرايريين، كلهم هاربين. هذه حقيقة، هاربين. يعني يا ريتهم غير قاوموا الآن، بما أنهم هم آمنوا بفبراير في 2011. ليش ما يقاتلوش الآن القاعدة؟ ليش هاربين؟ ليش هاربين؟ يعني ليش ما قاتلوها إلى آخر رمق يا سيدي؟ ليش هاربين؟ ليش هاربين؟ كلهم هاربين الآن خارج في تونس وفي مصر وفي كل هالمناطق. من حين خرجت داعش خلاص هربوا كلهم، وخلوا حفتر ومجموعة تقاتل والله الزمثال اللي قاعدين يقاتلوا، كلهم هاربين. حتى ليبيا ما عادش فيها خونة الآن. شوف فيها ما عادش فيها خونة. ليبيا الآن فيها قصورة كما قصورة وما تبعها، بس البقية الخونة. وين جبريل وين المجموعة؟ كلها هربت، كلها هربت خلاص. هل هذين رموز كانوا لفبراير؟ أنا نعرف الرمز يموت، اللي عنده قضية يموت. وينهم؟ ما تحدهم، ما قعدوا غير حفتروا مجموعات قاتل ده يروحوا فيه. كيف؟ ما فيش موقف يعني ما قدرتوش حتى تكفروا على أنفسكم من العملة السوداء اللي عملتوها في 2011؟ يعني ما زال
هاربين. كيف رموزكم اللي هتفتوا لها في 2011؟ الحقيقة الغرب درس تركيبة القبائل الليبية. هذه حقيقة يا اخواننا يجب ان احنا نعرفوا حتى نخدموا عكس المؤامرة. الغرب درس تركيبة القبائل الليبية ويعرف ان قوة النظام السياسي في ليبيا او قوة الجماهيرية العظمى في قبائلها، في مناطقها، في نسيجها الاجتماعي، وبالتالي تم ضرب. فالحقيقة علينا نحاول ان احنا نعاودوا احياء هالنسيج الاجتماعي من جديد. والشعب الليبي الان نشوف فيها مثل ما مل من بوشنا وكل هونا الان شفناه احنا كيف مل من قطر وتركيا والغرب وحفتر وكل هالمجموعات الان حتى من ينظر لهم انهم قادة مرحلة كحفتر وكذا، الان الناس تغلي بس ما همش قادرين يتكلموا. الان حتى حفتر ملوه خلاص، كل الناس ملت الواقع المزري، ولن يأتي الحل إلا من خلال الليبيين بالكامل. صحيح أخي إكسنور، صحيح حقيقة هذا الواقع. المؤسسة الوحيدة اللي ما زالت قائمة رغم تمزق نسيجها الاجتماعي ودائما وابدا احنا نأكدوا عليها. فمن وجهة نظري ان كل مراحل التاريخ ان القبيلة او القبائل الليبية دائما تتقاطع في كل حركة التاريخ في ليبيا. هذه حقيقة. دائما مراحل التاريخ في ليبيا دائما نقولوا القبائل موجودة، وبالتالي الحل في ليبيا لن يأتي إلا من خلال مناطقنا أو قبائلنا أو كل الناس اللي مكونة للنسيج الاجتماعي في ليبيا. الحقيقة أن الشعوب دائما وأبدا نحن نعرف أن الشعوب دائما تنقاد خلف قادة عظام، وهذا عبر وقائع التاريخ دائما تنجر الشعوب خلف قادة أو خلف كاريزمات حقيقية تؤمن بها وترى فيها أن هي قادة للمرحلة. الحقيقة أن الأوضاع المزرية اللي موجودة في ليبيا أو في الوطن العربي الآن بعد ما تم القضاء على قادتها، الآن أنا نشوف في إن هالمخاض أو اللي حاصل في هالدول العربية حيكون خلاصته أو الزبدة متاعها هي انتفاضة الشعوب. العراق لها الآن 10 أو 15 سنة، ليبيا أيضا، كل الدول هذه اللي حصلت فيها الآن الدور على الشعوب، والمسخ في ليبيا والقذارة اللي موجودة في ليبيا لن يستطيع أحد حسم الصراع فيها حتى ولو كنا نحن الأحرار ومجموعتنا بسيطة. لا، الحقيقة يجب أن نؤمن أن لن نكون سياسيين أكثر من القائد، لن نكون فاهم القائد كان يركز على الجماهير، يركز على الشعب الليبي، والشعب الليبي هذا أو القبائل الليبية هذه نقطة مفصلية، هذه حقيقة، وهذه الواقع الحقيقي من أجل استرجاع الوطن. هذه حقيقة. يعني إذا أردنا أن نعمل علينا بانتفاضة شعبية مسلحة داخل الوطن، انتفاضة عارمة يقودها كل القبائل. القائد دائما تنجر أو هي تتناغم بين الطور القومي أو الطور الديني، ولكن هو رأى القائد أن بوجود العولمة ستؤثر على العاملين القومي والديني. ولكن حقيقة الصراع في الدول وخاصة العربية والإسلامية عندهم أنفة دائما، فالشعوب هي التي ستنتصر في النهاية، وهي التي سيكون لها دور كبير في تحرير وطنها، وهذه حقيقة. الحقيقة إذا كان الشعب الليبي في نهاية القول يعني أو نهاية الحديث حتى لا أطيل عليكم أكثر، إذا كان الشعب الليبي يكره معمر القذافي لكان ليس بحاجة لتدخل غرب صليبي من الخارج. إذ سلمنا بها المسلمة أن الشعب الليبي لا يكره معمر القذافي، إذن من هي المجموعات
اللي كانت موجودة أو اللي كانت حمير للديناميت للغرب الصليبي في 2011. إذا من هم الذين يكرهون معمر القذافي؟ معروفين، نصنفوهم اللي هي القاعدة، قاتلة، الإخوان والخونة كأمثال شمام من الخونة. وأيضا هناك شريحة متسلقة والتي فقط ولا يهم أموالها والسلطة ودخولها مع فبراير من أجل الحفاظ على أموالها التي سرقتها، وخاصة الموضوعة في البنوك الأوروبية، وأيضا لديهم مطامع سلطوية. وبالتالي هذه حقيقة، يعني هذه مسلمة أن الليبيين لا يكره معمر القذافي. أن الحقيقة من يكره معمر القذافي هي القاعدة، هي المقاتلة، هم الخونة، هم من لديهم المال، من الأقليات اللي كانت متوارغلية والشرقس، هذين اللي عندهم المال اللي مكنهم الغرب ومكنهم الصليب في 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 فترات سابقة من التاريخ، سواء كان في حكم الأتراك أو الطليان. هؤلاء نفس الأقليات اللي موجودة الآن هي نفسها تحافظ على أموالها موجودة في البنوك الأوروبية. وبالتالي هؤلاء حق من يكره معمر القذافي وليس الشعب الليبي. هذه حقيقة. فكما قلت لك، فبرغم من أن لا يوجد معمر القذافي في ليبيا، ولكن في النهاية استطاعوا احتلال ليبيا وتسليمها للغرب وفق ما حصل. هل يمكن والذي الآن وحقيقة كاره لكل الواقع، هل بهذا الواقع يمكن لهؤلاء حكم ليبيا؟ إجابتي يعني هي لا. هل السيطرة بالقوة والإجرام والاغتصاب والقمع واجتياح المدن والتنكيب القبائل وتعذيب المعتقلين، هل هذا الظلم ممكن أن يستمر إلى فترات قادمة؟ أنا أرى أن كل من عاد الشعب الليبي سيلقى مصيره، وانتقام الشعب الليبي سيكون مدمر لهؤلاء الخونة وهؤلاء الظلاميين، وليس انتقام، سيكون انتقام ليس انتقام سهل. وبالتالي مهما عملوا ومهما حاول الغرب زيادة في عمق المؤامرة وإحياها من جديد في كل مرة وأعطيها دم ودفعة جديدة، إلا أن في النهاية الشعب الليبي سيكون في الموعد بإذن الله. بإذن الله النصر صبر ساعة، الصبر عندما يأذن به الله عز وجل سيعطي له سبب، وسترون بإذن الله. نحن ظلمنا عرنا خارج أرضنا، والنصر سيأتي ليس له ساعة، بل انتفاضة الشعب وساعة الصفر سيحددها الشعب. وبالتالي علينا بالجاهزية يا أخوتي، علينا بشحن الهمم، بإحياء قبائلنا من جديد، بربطها فيما بينها ببنادق. علينا على الأقل نكون جاهزين في هالمرحلة بالذات، لأن ساعة الصفر قد يحدث في أي لحظة من مراحل عندما يأذن الله عز وجل. ولكن بالمقابل علينا. بارك الله فيك أختي كاتيا، أنا أكيد طولت عليكم، سامحوني، وشكرا للناس اللي كانت تسمع بينا على التكست أو عبر الروابط. شكرا، تحياتي لكم، بارك الله فيك.